بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يسأل سائل فيقول: إذا ثبت رؤية الهلال في بلد من البلدان هل يجب على بقية البلاد أن تصوم؟ الجواب على ذلك أن للفقهاء في هذه المسألة لهم في ذلك اتجاهان فقهيان. الرأي الأول يقول بأن لكل بلد مسلم له رؤيته الخاصة، والرأي الثاني يقول أنه إذا ثبت الهلال في بلد من البلدان وجب على جميع البلاد أن تصوم. فكلا الرأيين موجود عند الفقهاء، ولكن لا يجب على أبناء البلد الواحد أن يختلفوا في ذلك، بمعنى أنه إذا ثبت الهلال في بلد وصام أهل البلد فعلى جميع أبناء البلد أن يقوموا باتباع هذا الرأي الذي أخذ به أهل البلد إذا قاموا بالصيام، ولا يتبع رؤية بلد آخر حتى لا يحدث الخلاف والشقاق في البلد الواحد. هذا والله أعلم.